نادي الزمالك قاعد مستني بيراميدز يعمل الموضوع ده. ليه؟ عشان في 3 لعيبه هيخلص فيهم. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده فيديو مهم جدا جدا، فيه اخبار كتير ومعلومات كتير، وعندي مفاجأة في اخر الفيديو هتفرحكم جدا جدا جدا. بس خلينا الاول نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تم تجديد عقد قائد وكابتن فريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا. شيكابالا جدد عقده مع الزمالك لمدة موسمين. كنت اتكلمت معاكم قبل كده وقلت لكم ان الزمالك شغال على التجديد لشيكابالا هو واوباما، وقلت لكم كمان ان اللي شغال على الملف ده بنفسه هو الكابتن حسين لبيب. والكابتن حسين لبيب خلص التجديد لشيكابالا لمدة موسمين، وعلى فكرة الموسمين مش لازم يكملوا، يعني ممكن في اي وقت شيكابالا يقول خلاص انا هعتزل، وساعتها ممكن ينتقل بقى لحاجة ادارية او بقى في الجهاز الفني، الله اعلم ساعتها ممكن يعمل ايه. لكن تم التجديد لشيكابالا. فاضل اوباما اللي انا برضو كنت اتكلمت معاكم وقلت لكم ان انا احساسي ان الزمالك مش ميال قوي للتجديد، لكن ده احساس مش معلومه، احساس مش معلومه. هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيتم معاه، لكن اللي تم هو تجديد شيكابالا. نيجي للموضوع اللي بعد كده، وهو موضوع مهم جدا جدا بالنسبه لكل الزملكاويه. ايه الموضوع ده؟ بعد خروج نادي بيراميدز من دوري ابطال افريقيا كترت عنده الاقاويل داخل النادي ان النادي بلغه البلدي كده هيسرح لعيبه كتير، هينزل بسقف المرتبات بالنسبه للعيبه، وبالتالي لعيبه كتير هتمشي، مش هيعجبها الوضع، وهو هيبقى بقى نادي مش اللي هو بقى بينافس اهلي وزمالك. هو اصلا بيراميدز لما بدأ في 2018 من الاسيوط البيراميدز بدأ ينافس الاهلي والزمالك. اعلى انجازاته في الفتره دي كلها لحد النهارده ايه؟ وصيف الدوري مرتين ووصيف الكاس مرتين. وبرضه بالمناسبه عايز ارد على بعض الاهلاويه اللي بتقول لك ان بيراميدز اتبنى على كره الاهلي فخد مكان الزمالك في مصر، ودي معلومه غلط. ليه؟ المرتين اللي كان وصيف الدوري فيهم كان مين الاول؟ مره الاهلي ومره الزمالك، فده طبيعي، يعني هو مره الاهلي ومره الزمالك. والمرتين اللي كان وصيف الكاس فيهم كان مره الاهلي ومره الزمالك، فاذا الموضوع طبيعي، ما خدش مكان الزمالك ولا حاجه. فنرجع لموضوعنا، زي ما بقول لك انجازاته دي اكبر انجازاته ان هو وصيف مرتين للدوري ووصيف مرتين للكاس ووصيف مره في الكونفدراليه، لكن ما خدش اي بطوله طوال الفتره دي. فبالتالي بدات المشاكل وبداوا يفكروا ان هم زي ما بقول لك ينزلوا بسقف المرتبات. طيب مين مترقب القصه دي وقاعد مستنيها؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك قاعد مستني بيراميدز يعمل الموضوع ده. ليه؟ عشان في 3 لعيبه هيخلص فيهم. 3 لعيبه مفاوضات الزمالك ما بينهم بقالها كتير، وكان منهم ناس تقريبا خلصانه لكن كان يبقى بيراميدز. اللي هم مين اللعيبه دي؟ مصطفى فتحي، احمد الشناوي، محمود صابر. ال3 دول ان شاء الله في نهايه الموسم بنسبه كبيره جدا هيكونوا متواجدين في نادي الزمالك، وهم بيسعوا لده والزمالك بيسعى لده. فالموضوع تقدر تقول كده ان هو شبه خلصان، لكن يبقى بيراميدز ولسه الكلام في الفلوس. فده اللي المفروض الزمالك مترقبه. طب حد هيقول لي امال فين رمضان صبحي؟ هو رمضان صبحي مش كان متواجد في نادي الزمالك؟ ورمضان صبحي كان تقريبا مخلص كل حاجه مع نادي الزمالك، لكن جد في الموضوع جديد. نادي بيراميدز بيغالي جدا 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 في رمضان صبحي وبيطلب فيه ارقام كبيره قوي، ده اللي ما عجبش نادي الزمالك. فالموضوع شويه بعد ونادي الزمالك بدا يخرج من اهتماماته شويه، فبدا يفكر في الثلاثي اللي بقول لك عليهم دول. وممكن على فكره يبقى في ناس تانية، بس انا بقول لك الثلاثي دول هم الاقرب، هم الاهم دلوقتي بالنسبه لنادي الزمالك. في مدافعين ممكن، لكن الكلام الحقيقي هو في الحته اللي انا بكلمك عنها دي. طيب انا بقى عايز اقول حاجه انا خايف منها، ايه هي؟ وجود مصطفى فتحي مع عبد الله السعيد مع اسماء كتير تيجي نادي الزمالك، وفي واحد تاني المفاجاه اللي هقول لك عليه في اخر الفيديو ده ممكن
يكون بداية لفتح باب بيع زيزو. وده اللي انا قلقان منه بصراحة وخايف منه، وخايف جدا جدا انه يحصل. وانا من وجهة نظري لو هتقول لي مصطفى فتحي ولا زيزو اقول لك زيزو بكل امانة وبكل صدق. انا واحد من الناس لو تسألني زيزو ولا مصطفى فتحي، لا زيزو. زيزو اخطر، زيزو لعيب هداف، زيزو فيه امكانيات، انا من وجهة نظري كده. فانا خايف يكون الادارة بتمهد او دي البداية عشان يبقى في عندك اسماء كتير. فزيزو عادي بقى هناخده ونكسب فيه ونبدأ نجيب لعيبة تاني ويبقى النادي مليان نجوم، بدل ما انت عندك زيزو بس. يبقى الفكر جاي من هنا. فانا بكل امانة خايف ان ده تكون بداية لبيع زيزو. نيجي بقى للمفاجأة اللي بقول لكم عليها، واخر حاجة هنتكلم فيها مع بعض. المفاجأة دي يا سيدي ان الزمالك بدأ يدرس التعاقد ورجوع اشرف بن شرقي تاني. طبعا ده تم بناء عن الهتافات من جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت كلها تقريبا كانت بتقول رجعوا بن شرقي. فإدارة الزمالك استجابت لده وبدأت في دراسة التعاقد مع أشرف بن شرقي. طبعا أشرف بن شرقي يعتبر فري، فأنت مش هتشتريه من النادي، لكن أشرف بن شرقي برضه هيطلب رقم، ونادي الزمالك اكيد مش في استطاعته دلوقتي طبعا بعد الفلوس اللي انت دافعها الكتيره قوي، والفلوس اللي لسه هتدفعها في نهايه الموسم للصفقات اللي انت شغال عليها. فاكيد الزمالك مش هيبقى قادر. طب ايه اللي هيحصل؟ الزمالك بيحاول يشوف رجال اعمال، منهم ممدوح عباس واحد من الناس اللي الزمالك بيحاول يعول عليه في صفقه اشرف بن شرقي عشان يشيل تقريبا هو ومعاه مجموعة او هو لوحده او حد غيره يشيل 50% على الاقل من راتب اشرف بن شرقي، لان زي ما بقولك الزمالك مش هيقدر لوحده. فده اللي هنشوفه الفترة الجاية، هنشوف الزمالك هيعمل ايه في قصة بن شرقي دي. وانا واحد من الناس اتمنى طبعا، يعني انا كنت اتكلمت قبل كده لما كنا بنتكلم ان رمضان قريب، في ناس قالت طب وليه رمضان، طب ما نرجع اشرف بن شرقي. اكيد اتمنى. اشرف بن شرقي واحد من الناس اللي يعني كانت من افضل الناس اللي دخلت الاجانب يعني في نادي الزمالك، فانا اتمنى رجوعه. لكن ارجع واقول لك اشرف بن شرقي برضه هيطلب رقم كبير، فالموضوع برضه مش سهل كده. فخلينا نشوف الفتره اللي جايه ان شاء الله اي لعيب بيتمناه جماهير نادي الزمالك ان شاء الله يكون متواجد. وقبل كل ده التوفيق لكل اللعيبه وللزمالك ان شاء الله، وباذن الله مباراه بكره تكون مباراة ان شاء الله لصالح نادي الزمالك، ونبدأ نشوف بقى الصفقات الجديدة بشكل جديد، ونبدأ نشوف الزمالك ب يعني خطورة، ونبدأ نشوف الزمالك اللي احنا بنتمناه. كل التمنيات لنادي الزمالك وسلام.